السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده غادي نحضروا مع بعضياتنا هذا المسمن هذا اللي هو عامر بحشوه اللي هي زوينه وطيب في الفران. هاد المسمنات هادو نحتاجوهم في رمضان في الفطور او حتى اللي بغى يدير عشاء خفيف، فهي وصفه اللي سهله وبسيطه. اول حاجه غادي نحتاجو في هاد الوصفه اننا نعجنوا العجينه ديالنا ديال المسمن. هنا عندي كاس ديال طحين سبيسيال اولا الفينو، وعندي 2 كيسان ديال الطحين الابيض اللي هو خاص بالحلويات. دائما العجينه ديال المسمن كتكون الكميه ديال الطحين الابيض هي النصف ديالها في الطحين الفينو اولا سميده رقيقه اولا سبيسيال، كل واحد شنو اللي كيقول ليه. وعندي هنايا شويه ديال الملحه، شويه ديال السكر باش العجينه ديالنا تحمر في الفران، وواحد الخماره من فئه 7 غرام. عندي هنايا ماء اللي هو عادي من الروبيني، وغادي نجمع هاد العجينه ديالي مزيان. غادي نعطيوها انها ندلكوها مزيان وتكون خفيفه ما تكونش ثقيله. من بعد ما جمعنا هاد العجينه ودلكناها دهنتها هنايا بواحد شويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نغطيها بواحد سميتو بالسلوفان بحال هكا اولا بلاستيكه، وغادي نخليها على جنب حتى ترتاح. في هذا الوقت هذا اللي ترتاح فيه العجينه ندوزو باش نحضروا الحشوه اللي حنا غنديروا في هذا المسمن هذا. عندي هنايا 2 ديال الخيزو او 2 جزرات اللي هما كبارين محكوكين. عندي الشعريه ديال الروز او الشعريه الصينيه اللي كبيت عليها الماء طايب وخليتها حتى طلقات، صفيتها وقطعتها. بصله كبيره. عندي الكفته ديال الدجاج، انا هنايا عندي واحد 200 غرام تقريبا. عندي واحد 2 بسباسات اللي حكيتهم وحطيتهم هنا. انا حطيت البسباس ما عرفتش سميتو باللغه العربيه. بالنسبه للعطريه اللي عندي 2 فصوص ديال الثوم، معلقه صغيره ديال مطيشه الحك، معلقه كبيره ديال الزعتر، بزار، سكينجبير والملحه والخرقوم عرق. وعندي كذلك صوص الصوجه. هنايا في واحد المقله درت فيها شويه ديال الزيت النباتيه، ودرت هذيك البصله الكبيره اللي هي مقطعناها مكعبات وخليتها فوق من عافيه اللي تكون متوسطه حتى هبطت ليا البصله. ضفت عليها هذوك 2 فصوص ديال الثومه حكيتهم، ومن بعد غادي نضيف عليهم الكفته. بالنسبه لهاد الحشوه هذه اللي ما عندوش الكفته ما بغاش يستعمل الكفته ديال الدجاج، ممكن يستعمل الكفته ديال البقري ديال اللحم، ممكن يستعمل حتى طريفات ديال الدجاج هكا مقطعين صغارين ما بغاش يدير الكفته اولا لادند. كتبقى لكم الاختيار وعلى حسب شنو بغيتو. ممكن حتى انكم تستغناو على الكفته وديروا فقط الخضار. هنايا من بعد ضفت البسباس. بالنسبه للبسباس البنات ملي تبغيو ديروه حاولوا انكم غير تحكوه وتحطوه هنا مع التصوير، فانا حكيته وخليته فهو كيتاكسد. وهنايا ضفت عليهم سميتو الجزر وخليته تيطيب حتى طابت لي ديك الخضره ودبالت طلقات الماء ديالها. عاد غادي نضيف دابا العطريه. اول حاجه درتها هنايا هي مطيشه وباقي العطريه كامله اللي عندي. وغنضيف كذلك الصوص الصوجه. غير هو بالنسبه للملحه حاولوا انكم تقلوا من الملحه لان صوص الصوجه كتكون مالحه حتى الاخر، وذوقوا الا خصكم زيدوا. بالنسبه لصوص الصوجه انا عندي هنايا ثقيله شويه، اللي عنده خفيفه حتى هي مزيانه. من بعد ما درت العطريه ديالي كامله غادي نخلطها مزيان وغادي نخليها حتى طيب. هنايا الحشوه ديالي ملي طابت غنضيف اخر حاجه اللي هي الشعريه الصينيه. هنا عندي غير واحد المربع واحد ديال الشعريه، انا ما درتش بزاف كما قلت لكم، درتها في الماء طايب وخليتها حتى طلقات، صفيتها وقطعتها. هنا غادي نخليها غادي نحركها مزيان حتى تنسجم مع المكونات كاملين، ومن بعد غنخليها واحد 2 حتى 3 ديال الدقائق فقط طيب مع هاد الحشوه هذه باش تشرب داك العطريه والمذاقات اللي كاينين. وكذلك الا كان شي ما ولا شي حاجه يتشرب ليا في هذا الوقت هذا اللي كيكون اللي خليتها فيه. غادي نخلي الحشوه ديالي حتى تبرد وغادي ندوز باش غادي نوجد العجينه ديالي. اول حاجه غادي نديرها هو العجينه ديالي كيف ما شفتوا راه الطلقات. غادي نبدا انني نكورها كويرات صغيورين. انا بالنسبه لي درت هذا القياس هذا لان عندي الطاوه ما كبيراش بزاف، فدرت سميتو غادي نخدم على العرض، فهذا هو القياس فهو مناسب. طبعا الحال تقطعوا نتوما العجينه ديالكم على حسب القياس اللي عندكم. هنا غادي ندهنها بشويه ديال الزيت ونرجع نغطيها بالسلوفان ونخليها تطلق شي شويه، غير واحد 2 دقائق هكايا، غير الوقت اللي غادي العجينه تكون طلقات
وتعطيني الطوع في الخدمه. من بعد العجينه ديالي ما طلقات، هنايا درت الزبده ذوبتها والزيت، ودرت معاها واحد 2 معالق كبارين ديال النشا وخلطتها مزيان باش تساعدني العجينه ديالي انها تورق لي، تجي مورقه من الداخل، ما تجيش العجينه معجنه. اول حاجه دهنت سطح العمل بشويه ديال الزيت وجبت العجينه ديالي وبديت كنطلقها. عفوا، حاولوا ان العجينه ديالكم تطلقوا بحال اللي كنطلقوا المسمن الملاوي ديالنا، يعني كنطلقوه مزيان ترقاق العجينه مزيان. كيف ما شفتوا راه هي كره شويه اللي هي متوسطه، فنحاول انني نطلقها مزيان حتى يبدا يبان ليا سطح العمل. من بعد هذيك الزبده والزيت والنشا اللي درت حركتهم هكا بالمعلقه وبديت كندهن بينهم العجينه. هنايا غادي نجيب العجينه الجزء الاولاني للنص، وعاود ثاني الجزء اللي من هنا على النص، نعاود ندهن ونثني الاجزاء بجوج باش نعطي واحد اكبر عدد ديال الوريقات اللي غيكونوا في العجينه ديالي. وهنا غادي نثنيها على 3. غادي نحط العجينه ديالي على جنب وغادي نخدم انا وياكم واحده اخرى فقط باش تشوفوا الطريقه اللي خدمت بها. علاش خدمت بهذه الطريقه هذه؟ باش تجيني العجينه هكايا طويله ماشي مربعه، باش ملي نبغي نطلقها تجيني سهله، خاصه انني ما دايراش عجينه كتير، يعني ما غاديش نقطعها. هذا هو القياس اللي غادي يكون عندي في كل جزء واحد اللي غادي نخدمه. بطبيعه الحال غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي تكون من بعد. نفس هاد العمليه اللي درت في الاول، انني طلقت العجينه ديالي مزيان، دهنتها بالخليط ديال الزيت والزبده والنشا، وغادي نبدا انني نلويها الجزء الاولاني في النصف وعاوتاني الجزء الثاني، من بعد كنسدها على 2. نعاود ندهن دائما في كل مره كندهن بهذاك الزيت والزبده والنشا، وغادي نحطها على جنب حتى نكمل ديك العجينه كامله ديالي وتكون هذاك الاولانيه كتكون ارتاحت. ومن بعد كنبدا انني نعجنها على هذا الشكل هذا. كما قلت لكم بما انني غنديرها طويله، فانا كنحاول انني ملي نكون كنقرص ان تبقى العجينه ديالي طويله، ما تجينيش مربعه باش تجيني سهله في الخدمه. بالنسبه لي هذا هو القياس ديال العرض ديال الطاوه ديالي، فهكا غادي نخدم. من بعد غنجيب الحشوه ديالي اللي كانت بردات وبديت كندير القياس، ما يكونش غليظ ما يكونش قليل، يعني عينكم ميزانكم على حسب الحجم ديال هاد المسيمنات قداش بغيتوهم يكونوا. من بعد كنبدا نجمع هذوك الجنيبات الاولانيه اللي قدامي ديال العجينه، وانا سميتو كنحربل في هاد العجينه هذه. ومن بعد اخر جزء نجيبو لعندي لهنا، وغادي يكون هذا هو الجهه اللي هي تكون من التحت. هذيك العجينه غتجي من التحت والفوق غادي يبقى مقاد. من بعد هنا عندي طاوه اللي انا درت ليها البابي كويسون، الورق ديال الزبده، ونبدا كنستف في العجينه ديالي ونقادها هكا تجيني على الطول. كيف ما شفتوا راه هي القياس نيشان جاني ديال الطاوه. غادي نخدم معكم وحده اخرى بنفس الطريقه. فكنحاول ان العجينه ديالي نقرصها تجيني طويله باش تجي القياس ديال الطاوه، ما نبقاش انني نقطع من بعد اولا تجيني صغيره اولا تجيني كبيره. مهم عينكم ميزانكم على حسب الطاوه اللي عندكم. من بعد ما طلقت هنا العجينه كذلك غادي نبدا ندير في سميتو في الحشوه ديالي ونقاد تجيني مقاده، ما تجيش بلاصه اللي هي يا غليظه وبلاصه اللي هي يا رقيقه، باش تجيني مقاده حتى ملي نقطعها ونجي نحطها تجي مقاده. انا كنحاول انني نزيد نقرص هاد الجهه الا بانت ليا غليظه، وانا كنلول في هاد الحريبلات ديالي. وضروري العجينه كنعاود نجيبها لعندي باش هاد الجهه هذه هي اللي تكون من التحت وتجيني الوجه ديال المسيمنات ديالي مقادين. من بعد ما غادي نكمل العجينه ديالي كامله فوصفتها في الطاوه جات على هذا الشكل هذا. عندي هنايا واحد بيضه شديتها سميتو طربتها مزيان مع صوص صوجا باش يجيني اللون في ملي نجي نحمر المسيمنات ديالي يجيو محمرين. عندي هنا شويه زنجلان، شويه ديال الفرomاج محكوك، ممكن تزينوا الوجه باش شنو ما بغيتو. قبل ما انني ندير حتى شي حاجه كنجيب واحد الموصل اللي يكون هو ماضي ونبدا انني كنقطع هاد سميتو هاد المسيمنات ديالي على القياس اللي بغيت. انا عندي كل وحده قسمتها على 4. ومن بعد غادي نجيب هذاك سميتو البيض اللي درت فيه كما قلت لكم الصوص صوجا، وغادي نبدا انني كندهن في هاد المسيمنات هادو مزيان. بالنسبه لهاد المسيمنات هادو انا النص غندير فيه زنجلان والنص غادي ندير فيه سميتو عندي الفرomاج. النص اللي غادي ندير فيه الزنجلان راه درته من البيض
من البدايه، والجزء اللي غندير فيه الفرماج حتى يطيب ليا المسمن ديالي من التحت غادي نعاود انني ندهن هاد المسمنات عاوتاني وندير الفرماج ونشعل عليه من الفوق حتى يطيب. من بعد ما طابوا المسمنات ديالي فهما كيجيو على هاد الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، كيجيو محمرين وكيجيو مقرمشين. فانا محيده الصوت الاصلي ديال الفيديو باش تشوفوا هاد القرمشه اللي كاينه، لا هادو اللي فيهم الزنجلان ولا الاخرين اللي فيهم الفرماج، فهما كيجيو على هاد الشكل هذا. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش من لي لايك ومن لي بارطاج، وننتظروا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله حتى غتكون اقتراحات لشهر رمضان المبارك. نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم بمشيئه الله.